أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. أيها المسلمون عباد الله، إن الصيام عبادة عظيمة وفضيلة من أركان الإسلام كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم مما يهذب أخلاق المسلم ويغير من سلوك الإنسان، ولهذا يجب على المسلم أن تصوم جوارحه كلها، فليس الصيام من الأكل والشرب فقط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي للمسلم أن يكون صومه موافقا لصيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصفي قلبه من جميع الأمراض القلبية، من الشرك والنفاق والرياء، ومن الحقد والحسد، ومن البغضاء والعداوة للمسلمين. فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. فيصوم اللسان عن الحرام، فيصوم عن الكذب والغيبة والنميمة، وعن الخوض في الباطل والسخرية بالمسلمين. وكذلك تصوم العين عن النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. أيها المسلمون عباد الله، كذلك ينبغي أن تصوم الجوارح كلها، والأذن تصوم عن الحرام والاستماع إليه من الأغاني والمسلسلات والأفلام المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم، فإنه يراكم وإننا لا نراه. أيها المسلمون عباد الله،
من الأخلاق التي نتعلمها من الصيام الصبر بأنواعه كلها، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله وعلى المصائب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك من الأخلاق التي نكتسبها من الصيام الجود والكرم والبذل والعطاء للمسلمين، للمساكين والفقراء، وخاصة في هذا الشهر الكريم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان في هذا الشهر أجود من غيره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في هذا الشهر يضاعف أعماله كلها، ومن ذلك الصدقة على الفقراء والمساكين. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فينبغي لنا جميعا أن نستفيد من هذا الشهر، وأن نغتنم من فضائله التي خصها الله سبحانه وتعالى فيها من الصدقة وغيرها من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، كما ثبت عن النبي كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.